صديقي العزيز، الشغل جنب الدراسة مش بطولة، ومش كل الناس اللي بتشتغل جنب دراستها كسبانين. في ناس بتخسر وقت، وناس بتخسر صحة، وناس بتخسر تعليم، وناس بتخسر كل ده، ومحدش للأسف بيقول لنا الحقيقة دي. كله بيقول لنا لازم تشتغل وانت بتدرس، الشغل مهم جنب الدراسة، وهو فعلا مهم جنب الدراسة. بس هل في حد بيقول لنا كل الجوانب بتاعت الموضوع ده؟ يعني احنا كلنا عارفين الجانب الكويس بتاع الشغل وبيجيب فلوس وانت بتصرف على نفسك وانت في الدراسة وكل الكلام ده، بس هل انت عارف كل الجوانب؟ فعشان تقدر تشتغل صح وانت جنب الدراسة، تعال اقول لك على شوية حاجات كده مهمة لازم تخلي بالك منها وانت بتشتغل جنب دراستك، عشان تنجح في دراستك وتنجح في شغلك وتقدر تنجح في حياتك وتعمل فلوس. فلو عايز بقى تعرف اكتر، يبقى لازم دلوقتي تصلي على النبي وتتابع الحلقة دي للنهاية. انا طارق صادق وانت منورني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بيكم فيديو جديد. معاكم طارق صادق. بفكركم ان احنا في القناة بنقدم لك محتوى مفيد بشكل بسيط وخالي من كل الكلاكيع، فما تبخلش عليا باللايك الحلو بتاعك وكمان السبسكرايب. تقريبا دلوقتي يا صديقي مفيش طالب اسمه ما بيفكرش ان هو يشتغل جنب دراسته، لا اما عشان محتاج فلوس، لا اما عشان عايز يطور من نفسه، لا اما عشان يشغل وقته، او السبب اللي كتير قوي بيدور عليه وهو الخبره اللي هتشغلك بعد التخرج. بس المشكله ان الصوره اللي بتترسم لنا دايما كطلاب هي الصوره الورديه، اني هشتغل وانا بدرس وهعمل فلوس كويسه، لكن ما حدش بيجي يقول لك الحقيقه كامله. وده دوري النهارده، ان انا جاي اقول لك الحقيقه كامله، مش جاي اقول لك اشتغل ولا ما تشتغلش. انا جاي اديك الصوره كامله اللي بعدها لما تقرر تشتغل هتبقى عارف تشتغل ازاي. اكبر غلطه للاسف بيقع فيها طلاب كتير انهم بيقولوا اي شغلانه والسلام، اي مصدر دخل ليا وانا طالب وخلاص. لا يا صديقي، في شغل بيكسب وفي شغل بيستهلكك. شغل 10 ساعات، مرتب ضعيف، مفيش مهاره جديده بتتعلمها، مفيش علاقات جديده بتضاف ليك، يبقى ده يا صديقي باختصار كده ما اسموش شغل، ده اسمه استنزاف لشخصيتك ولحياتك كلها. وبعد سنه بتكتشف انك للاسف ولا اتعلمت ولا اتطورت ولا معاك فلوس حقيقيه. يبقى ليه من الاول يا صديقي ما نتجنب كل ده؟ في ناس فخورة انها بتشتغل وبتتعب وبتعمل كل اللي عليها وبتنام 4 ساعات بس، طول اليوم مرهق ودايما باله مشغول، وبيفكر للأسف ان هو ده النجاح اللي بجد. طول ما انا تعبان ومش قادر من كتر الشغل يبقى انا شاطر، انا مجتهد. بس خليني اقولها لك بوضوح يا صديقي، كتر الانشغال وكتر الضغوطات وكتر الهم عليك في سن صغير ده مش انجاز. في فرق ما بين واحد بيتعب علشان يبني وواحد بيتعب عشان يلحق. وسنين الجامعة مش معمولة عشان تقدر تلحق، معمولة عشان تقدر تتأسس، عشان تقدر في ال4 سنين ولا ال5 سنين ولا ال7 سنين بتوعك تتعلم مهارة وتطور من نفسك وتشتغل على نفسك عشان تبقى جاهز قدام. خليني اقول لك بصراحة يا صديقي، شغلك ده لو كان سببك انك تخسر تعليمك، تخسر وقتك، تخسر صحتك، تخسر مجهودك، تخسر حاجات كتير جدا، يبقى انت دفعت ثمن كبير قوي، بالذات لو المقابل ما يستاهلش كل ده. مش معنى يا صديقي ان انا مش بدرس التعليم المثالي ولا ان الجامعة مش بتضيف لي كتير قوي يبقى خلاص ارمي كل التعليم ده. مش مهم. الدراسة ممكن تكون درع امان ليك وشبكة علاقات، او حتى خطة بديلة. كفاية بس ان انا اقول لك يا صديقي ان ممكن الكلية بتاعتك مش مهمة وكل الناس عارفة ان انت تاخد فيها حاجات نظرية ملهاش علاقة بارض الواقع ولا بسوق العمل، بس في شركات لغاية النهاردة عالمية وانترناشونال وجامدة وتقيلة برضه لازم تقول لك لازم اشوف تقديره في الكليه عامل ايه، اشوف هل اصلا ده كان طالب مجتهد بيشتغل على نفسه مهتم بدراسته وهو بيطور من نفسه، ولا كان بيطور من نفسه مهمل في دراسته. لان ده بيوحلهم ان ده شخص شاطر عارف يفضل محافظ على تعليمه وفي نفس الوقت يطور من نفسه. فما ينفعش احافظ على حاجه واتجاهل التانيه، لان التانيه لو وقعت هتشد التانيه معاها. يعني تقدر تقول كده ان شهادتك في الكليه مهمه بنسبه 40% وخبرتك العمليه مهمه بنسبه 60%. فمش معنى ان انا عايز ال 60% يبقى ضايع من نفسي 40%. طب نعمل ايه بقى؟ وهو ده الجزء العملي. بس قبل بقى ما ندخل للجزء العملي، هو انت اصلا نزلت دعمتني بلايك وسبسكرايب وفعل زرار الجرس؟ لو نسيت تعمل الحاجات دي انزل دلوقتي يا صديقي وانزل اكتب لي رقم 43 عشان دي كلمه السر اللي تعرفني مين صحابنا الابطال اللي مكملين ومركزين معايا لغايه هنا. اي شغل جنب الدراسه لازم يديك من 2 ل3 حاجات مهمه: فلوس، مهاره، مرونة وقت. لو شغلك فلوس بس فده خطر جدا، اما لو شغلك مهارة بس فده مقبول، اما لو مرونة بس فده مش كفاية اطلاقا. لكن لو على الاقل معاك 2 من الحاجات دي فانت ساعتها ماشي صح. يعني مثلا انا معايا مرونة ومعايا فلوس، او معايا مهارة ومعايا فلوس ودي طبعا افضلهم، او معايا مهارة ومعايا مرونة بس الفلوس هتيجي بعدين. ف2 من دول كفاية، واحدة منهم لا محتاج تشتغل على نفسك شوية. ويا سلام بقى لو ال3 يبقى احنا خلاص عدينا الفلانكات زي ما بيقولوا. مش هديك اوهام يا صديقي، بس في خيارات كده للوظائف المناسبه للطلاب بتكون اذكى وبتكون انسب ليك كطالب تقدر تحافظ بيها على تعليمك، وفي نفس الوقت محتاج لها وقت بسيط كده تقدر تشتغلها فيه، او امكانيات مش جباره بالنسبه للطالب.
زي انك تشتغل اونلاين، تبيع او تشتري حاجه اونلاين وتشتغل فيها عن طريق مثلا صفحه ليك على الانستجرام او على الفيسبوك او ايا يكن، او تتعلم مهاره وتشتغل بشكل فريلانس بسيط كده وسهل على خمسات، على اب وورك، المواقع بتاعه العمل المصغره اللي اتكلمنا عنها كتير قوي هنا في القناه، او تنزل حتى تدريبات مرتبطه بمجالك. فانا هنا على الاقل بنزل اخد خبره، وممكن بيبقى فيه يعني مصدر دخل بسيط او هامشي منها. زي ما قلت لك مش لازم فلوس بس، بنشتغل واحنا بنتعلم عشان حاجات تانية برضو مهمة. واعرف يا صديقي انك مش لازم تبدأ وانت جبار بقى ومفيش منك وشاطر، ابدأ كده واحدة بواحدة وكله بيجي. الحقيقه يا صديقي اللي لازم اختم بيها في حلقه النهارده ان الشغل جنب الدراسه مش سباق اطلاقا. مش لازم تبدا بدري، ولا انك تكسب اكتر في سن صغير، ولا تبقى احسن من كل الناس اللي حواليك، لان كل واحد وليه ظروفه، وكل واحد ليه طاقته وليه وقته. فاخطر حاجه تعملها يا صديقي انك تحط نفسك دايما في مقارنات مع الناس التانية، كانك دايما معاهم في سباق ودايما عايز تسبقهم. كل واحد ليه المضمار بتاعه، الخانه اللي بيجري فيها، ومالكش دعوه باي حد، انت بتسابق نفسك وبس. مش مطلوب منك تبقى احسن من ابن خالتك ولا ابن عمتك زي ما هم مفهمينك، انت لازم تكون احسن من نفسك كل يوم. انت مش متاخر خالص يا صديقي، بس محتاج تختار اختيارات افضل، ومحتاج تركز مع نفسك اكتر واكتر. بكده يا صديقي اكون قلت لك المعادله البسيطه اللي لازم تلتزم بيها لو عايز بجد تشتغل وانت في الدراسه. وحبيت اتكلم في الحلقه دي دلوقتي بالذات ان احنا خلاص هنبدا ندخل على الاجازه، وفي الاجازه الناس بتحب تدور على شغل وبتحب تطور من نفسها وتجهز نفسها. فدي الخطه ودي البوصله اللي لازم تحطها قدامك وانت بتدور على الشغل. مهم جدا يا صديقي لو كملت الحلقه لغايه هنا ما تنساش تنزل تدعمني بلايك وسبسكرايب وفعل زرار الجرس، لان الجديد دايما مفيد. ولو كملت الحلقه للنهايه انزل اكتب لي تمت بحمد الله عشان اعرف مين صحابنا الابطال اللي كملوا الحلقه دي للاخر. ولو عندك اي سؤال او استفسار اكتب لي تحت في التعليقات، وعناية الاتنين ليك يا صديقي. اتمنى في النهايه تكون الحلقه دي لطيفه وخفيفه، تكون اتبسطتم واستفدتم. كان معاكم طارق صادق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.